وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. السلام عليكم. بص، عايزك تصلي على النبي وتركز معايا كده في كل كلمة انا هقولها لك، وعاوزك الكلام اللي انا هقوله لك ده تطبقه زي ما هو كده، ولازم المرة دي تطبقه، والله لازم. بص، اصل مش عايزك تقنعني انك لسه هتفضل تتأخر عن كده وتسوف عن كده. لما انا كنت في وقتك كنت والله اتمنى حد يقول لي الكلام ده، اتمنى حد كده كان يجي ويقول لي انت كل الفترة اللي فاتت دي انت لو قعدت اسبوعين تقدر تلمها كلها. والله الكلام اللي انا بقوله لك ده هو بيتطبق بيجيب نتيجة. يعني انت خدت الكلام كتبته طبقته انت بتلاقي النتيجة على طول. فركز معايا في كل كلمة انا بقولها لك. طب شفت بقى كل اللي فات ده، كل الدروس اللي انت خدتها في كل المواد، كل المتراكم اللي وراك، كل الحاجات دي انت تقدر تلمها بكل سهولة. طب لو اتأخرت عن كده الموضوع والله هيبقى صعب، هيبقى صعب جدا. انت مش متخيل انك هتفضل جديد على جديد على جديد والمتراكم عمال يزيد، هتلاقي ان الدنيا بتبعد منك قوي. فاحنا هو شهر 12 وشهر واحد جاي، خد قرار. بص، انا كل مره بقول لك خد قرار، وهفضل كل مره اقول لك خد قرار لحد ما فعلا انت تقرر انك هتبدا. طب بدات واستعنت بالله هتلاقي ان كل حاجه بتتغير. طب بص، لو جينا كده نتكلم بالعقل، انت اللي فات ده كله لو قعدت واستعنت بالله تجيبه كله. انا بدات البدايه الفعليه بتاعتي كانت من شهر واحد، دي البدايه اللي انا قعدت وبدات اجيب كتب واذاكر واحفظ وراجع. كنت بحضر المحاضره بس، يعني انا كنت بحضر، مجرد ان انا بحضر المحاضره كده انا ذاكرت. ما بداتش ان اركز كويس جدا غير في شهر واحد. لو انا بقى كنت قلت لنفسي طب ما انا هاجي في شهر واحد انا مش هقدر ان انا اعمل اي حاجه، ليه؟ عشان انا مراكم كتير وكل الكلام ده. طب انا سيبتني من كل الكلام ده خالص واستعنت بالله وبدات، لقيت نفسي اني خلصت المتراكم وكنت ماشي مع الجديد. طب المتراكم بقى كان عندي فيه جزء تقصير كده، انا ما كنتش حلل كتير وما كنتش مظبط الدنيا قوي. في فتره المراجعه بقى راجعت مره واثنين وثلاثه، بس كنت براجع وانا مخلص المتراكم وشغال في الجديد زي ما انا. طب تفهم بقى من هنا ايه؟ وانا في وقتك والله كنت اتمنى حد يقول لي كده. شفت كل اللي فات ده انت لو قعدت مع نفسك تقدر تلمه بكل سهوله. طب لموا شرح على الاقل، بحيث ان انت تكون فاهم المواد بتقول ايه قدام. انت هيتشرح لك مره واثنين وثلاثه وهتحل من كل الكتب وهتحل من كذا مصدر. دي بقى كانت نقطه مهمه حابب ان انا اكلمك عليها. عايز برضه اقول لك انك لو مش موجود في جروب التليجرام انت والله فايتك كتير. هتعرف انك فايتك كتير لما تخش في الجروب. هسيب لك اللينك في الوصف تحت، هتخش على الجروب وتنضم وهتشوف بقى الحاجات اللي هتنزل هتفيدك ان شاء الله. هفكرك تاني، خش الجروب وهتشوف انت هتستفيد قد ايه. طب اوعى بقى لحد دلوقتي تكون لسه ما صليتش على النبي. اتاكد انك مشترك في القناه عشان تتابع الفيديوهات الجايه، واعمل لايك للفيديو ده عشان ده بيساعد ان الفيديو يروح لغيرك. طب عايزك بقى تصلي على النبي. لو جينا نشوف دلوقتي اول مشكله، وانا هحل لك مشاكل كتيره جدا ان شاء الله في الفيديو ده، بس تعالى كده لاول مشكله. انا ما عنديش شغف. طب كويس، انت دلوقتي الشغف اللي عندك ده مش هيظهر دلوقتي، هيظهر امتى؟ لما بعد ما تخلص ثانويه عامه وتلاقي طلبه كتيره جدا محققين حلمهم، ساعتها تكتشف ان انت كان شغفك هنا اهو. انت شغفك كنت ان انت تحقق حلمك وتخش كليه انت كان نفسك فيها وتفرح مامتك وباباك، هتلاقي ان هنا ده كان شغفك. طب خلينا متفقين انا وانت ان كل واحد جواه شغف. انا جوايا شغف وانت جواك شغف وكل طالب جواه شغف. طب هل انت الشغف ده بقى بتسعى انك تحققه، ولا انت ماشي عادي وهو بقى يا يتحقق يا ما يتحققش؟ بعد ما ثانويه عامه ما تخلص وتخش مكان انت مش حابه، هنا بقى هتكتشف ان انت كان شغفك في مكان تاني. انت اصلا من دلوقتي عارف الشغف ده، بس انت مش فارق معاك. هي دي والله النقطه، انت مش فارق معاك هل انا عايز احدد الهدف ده ولا لا. انت سايب الامور عادي، هنشوف بقى هنحقق ولا لا. شغفك موجود، اقعد بس مع نفسك وحدد ايه الشغف اللي انت عايزه واسعى لحد ما تحققه. ما تسيبش الامور وما تسيبش الظروف اللي عليك هي اللي تتحكم في شغفك. صلي على النبي. الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي ده طبقه زي ما هو كده والله هتدعي لي. انت دلوقتي بتشتكي انك مفيش جدول انت بتقدر تمشي عليه، مفيش مهام انت بتحطها بتقدر انك تمشي عليها. ايوه، انا ليه الانتاجيه بتاعتي قليله مع ان انا بفضل قاعد كتير بذاكر؟ ليه بقى بلاقي المحصله بتاعتي قليله جدا؟ يعني انا ممكن اقعد اذاكر 10 ساعات في درس. ايوه، ليه بيحصل كده؟ طب عايز الحل؟ بص اهو، يعني ده الحل من غير ما نتكلم كتير.
اكتر حاجه بتخلي الانتاجيه بتاعتك قليله وانك مش عارف تحصل اي حاجه، النوم والتليفون. طب بص، تاني وتالت ورابع، الانتاجيه بتاعتك قليله بسبب التليفون وبسبب انك بتنام كتير. اي حاجه تاني بقى ده مجرد كده كلام وخلاص. لو جينا نشوف الاساس هتلاقي ان هما في الحاجتين دول والله. طب تعالى امثلها لك عشان انت تبقى فاهم حجم المعاناه اللي بيقابلك وانت مش واخد بالك، وهتلاقي ان الوقت عمال بيجري منك وانت برضو مش حاسس. انا دلوقتي لو هبدا اهو هقعد اذاكر وامسك مثلا، هنعتبر ان ده التليفون، انا وانا قاعد بذاكر اهو في رساله جات لي على التليفون او في اي حاجه جات لي على التليفون، فبدات ان اسيب المذاكره وابدا ان انا اقعد. طب انت دلوقتي شغال على التليفون، كل ده انت بتقول ان انت بتذاكر. طب بص انا هشهدك، لو انت دلوقتي مامتك وباباك فضلوا شايفينك كل ما يخش عليك انت قاعد فاتح الكتاب وباصص فيه، هل انت بقى بتبقى باصص في الكتاب ومركز وكل المده دي فعلا انت بتذاكر في الكتاب؟ لا، انت شويه فاتح فيديو غير الفيديو الشرح اصلا، شويه بترد على زمايلك، شويه بدات انك تخش في تطبيقات تانية، حرفيا بتسحب في وقتك. طب بص الكلام والله بسيط، انت دلوقتي الانتاجيه بتاعتك قليله، مفيش جدول بتحطه بتمشي عليه عشان انت مش بتركز في اللي انت بتذاكره، انت بتعمل اي حاجه تاني تشتتك، قاعد على التليفون او بتفضل تقوم وتيجي بتسرح في حاجات ما ملهاش علاقه بالمذاكره، حاطط كذا ماده قدامك تفتح هنا شويه وهنا شويه، اي فيديو بيقابلك بتبدا انك تفتحه، فيديو بقى يوتيوب، فيديو مهم مش مهم، بتبدا انك تفتح اي فيديو. شفت بقى كل اللي انا قلته ده انت حاطه تحت بند انك بتذاكر. يعني انا قاعد 12 ساعه قدام الكتاب، شوف انت عملت كام حاجه اصلا مش تبع المذاكره، بس تيجي تقول انا بقعد 12 ساعه والمحصله بتاعتي صفر. بص هقول لك جمله واحده، ما تخليش التليفون هو اللي يتحقق في حلمك، وحاول انك تعرف امتى تستخدم التليفون وامتى ما تستخدموش. انا مش بقول لك اعزل نفسك بقى عن العالم وكل الكلام ده، لا، بس في وقت انت تستخدم فيه التليفون وفي وقت لا. اخر حل عشان ما نتكلمش في الموضوع ده تاني، انا كنت بعمل ايه لما احس ان همسك التليفون؟ ببدا اني احلف بالله ان انا ما همسكه غير لما اخلص مذاكره، يعني اقول كده والله العظيم ما انا ماسك التليفون غير لما اخلص كل المذاكره اللي ورايا. طب تاني حاجه تخليك انك مهما تعمل في جداول مش هتمشي على الجدول، ومهما تفضل تذاكر انت مش بتحصل اي حاجه. ليه؟ انت دلوقتي صحيت من النوم، رحت الدرس وجيت، فانت لما جيت من الدرس، بص انا كنت بعمل كده، رجعت من الدرس ببدا ان انا انام. ايوه، طب ليه بقى انا نمت؟ ما هو انا كنت لسه نايم ونايم عدد ساعات كافي، انا بتهرب من المذاكره، فابدا ان انا اجي من الدرس اقول ايه؟ انا هنام واصحى اذاكر. طب انام، اخد طبعا عدد ساعات نوم مش طبيعي، 12 ساعه 10 ساعات، اقوم الاقي نفسي ان هقعد شويه صغيرين عشان الف في نفس الدايره واروح الدرس واجي محتاج ان انام. طب اتغيرت امتى وحسيت اني بنجز وبخلص المتراكم وبتابع في الجديد؟ لما بدات احط روتين لنفسي، انا قررت ان انا هنام واصحى الفجر، هفضل اذاكر من الفجر لحد ما اروح السنتر واجي. طب اول ما باجي مش بنام، انا نمت عدد ساعات كافي. بص اعرف لو بتنام وانت واخد عدد ساعات كافي والله انت بتتهرب من المذاكره. فلما تتهرب بقى من المذاكره ما تجيش تسال انا ليه الانتاجيه بتاعتي قليله، انا ليه مهما ذاكر مش بحصل كتير. ركز في النقطتين دول، وبالله عليك ركز في كلامي وطبقه وانت هتشوف الفرق في الفتره الجايه. ظبط النوم بتاعك، ما تنامش في اي وقت. انت مثلا نمت 7 8 ساعات خلاص مش هتنام تاني. طب بص خدها مني، وده اللي انا كنت ماشي عليه من اول ما بدات لحد ما خلصت الامتحانات، وقلت لك النظام ده قبل كده وهقوله لك تاني. عايز افضل روتين للمذاكره، عايز ان انت تكون بتذاكر بطريقه صح، عايز تفهم اي درس بنسبه 100%، طبق بقى الكلام اللي انا هقوله لك ده. خليك فاكر ان انا قلت لك الكلام ده قبل كده وعدته لك كذا مره، وهعيده لك تاني دلوقتي وهعيده لك برده قدام، لان هو ده الصح، هو ده النظام الصح. هفضل بقى اقوله لك لحد ما تجربه وتشوف انت النتيجه بنفسك. طب بص مثال اهو من اللي انا كاتبه. انا دلوقتي هنفترض ان احنا في الباب الثالث. طب انا فتحت الباب الثالث اول محاضره، عايز تفهم المحاضره دي او عايز تفهم اي درس، ابدا انك والمحاضره شغاله انت ماسك ورقه وفاتح الكتاب بتاع المستر، او فاتح كتاب خارجي فيه الدرس اللي المستر بيقوله. فانت بقى لقيت ان المستر بيتكلم عن التفاعلات التامه والتفاعل الانعكاسي، فانت قدرت تجمع ان التفاعل التام الغير انعكاسي ده تفاعل بيكون في الاخر غاز او راسب. طب ليه؟ عشان الغاز او الراسب مش هينفع يتفاعل تاني، والا يكون التفاعل عكسي، يعني النواتج ترجع تعمل تاني متفاعلات والعكس. بص بقى انا هنا المستر شرح التفاعلات التامه والتفاعلات الانعكاسيه والغير انعكاسيه وكل الكلام ده. انا بعد ما خلصت بدات ان اعمل ملخص بحيث ان اكون بذاكر ومركز مع المستر. طب هتيجي بقى هتلاقي حته كده، الحته دي صعبه وفيها حفظ كتير، العامل الحفاز.
لا يؤثر على المتفاعلات والنواتج وقيمة دلتا اتش وقيمة الكي سي ووضع الاتزان وقيمة الاتزان. طب بيزيد من عدد الجزيئات النشطة ويزيد من سرعة التفاعل ويزيد من معدل الإنتاج ويقلل من طاقة التنشيط وزمن التفاعل وتكلفة الإنتاج. هل انت كنت هتقدر انك تحفظ دول او تفتكرهم والمستر بيقول؟ 100% لا. فبتبدا انك فاتح الكتاب وبتكتب ورا المستر. لو تلاحظ انا كل كلمه بقولها لك انا بجيبها لك بالدليل، فعايزك تطبق وانا واثق والله انك هتدعي لي. طب اتفرجت على المحاضره وبدات انك فاتح الكتاب وبتكتب ورا المستر اهم الاجزاء مش كل كلمه، ابدا بقى انك اقعد ذاكر كل كلمه انت كتبتها. لو انا جيت اسالك دلوقتي انت الدرس اللي انت خدته وحضرته ده انت ما قعدتش ذاكرته، وجينا تاني يوم لو جيت اسالك فيه هل انت هتقدر تجاوب؟ لا. يبقى المحاضره اللي انت حضرتها دي كانك بالظبط راكمتها وما فهمتهاش. ايوه، ايه الصح؟ الصح انك تقعد وتذاكر كل اللي انت كتبته او الدرس اللي انت خدته. طب ده بقى هيأهلك انك تقدر تحل. ليه؟ لان انت مذاكر. فوانت بتذاكر هتلاقي نفسك انك بتجمع القوانين، وانت بتجمع القوانين هتلاقي نفسك انك بتجمع النظري. لو في معادلات بتبدأ تجمعها، في قوانين كتيرة لقيت نفسك بتجمعها، تيجي بقى وانت بتحل انت خلاص جمعت كل حاجه اهو، تلاقي نفسك بتحل بسهوله. طب تعالى نربط الاحداث. انا ليه اصلا مش بعرف احل؟ عشان انت ما بتعملش كل اللي فات ده. انت دلوقتي لو جيت اديتك مساله فيزياء، بص هنتكلم بالراحه اهو وبالعقل. لو انا جيت اديتك مساله فيزياء وقلت لك خد حلها، انت مش حافظ القوانين. يعني انا مديك الرموز، مديك ان ومديك اي ومديك شده التيار ومديك ار ومديك في، مديك رموز كتيره جدا، بس انت مش حافظ القوانين. هل هتقدر تستخدم الرموز دي انك تحل؟ لا. طب ليه؟ عشان انت ما ذاكرتش. تعال اعيد لك الموضوع تاني بسرعه. وانت بتتفرج على المحاضره افتح الكتاب واكتب الكلام المهم اللي المستر بيقوله. عاوز تعمل ملخص للكلام كله وللدرس كله هيكون كويس جدا. بعد ما تخلص اقعد احفظ كل اللي انت ذاكرته واحفظ الكلام اللي كان المستر بيقوله. بعد كده بقى ابدا انك حل. اخر خطوه بس ان السؤال اللي انت مش هتعرف تحله ابدا انك خده واكتبه في سكتش. ليه؟ عشان لما تيجي برضه في الاخر هتلاقي انك الاجزاء كلها عارفها. في بقى اجزاء صعبه دي اللي انت هتكون كاتبها في السكتش ده، فتقدر كده بالراحه انك قبل الامتحان تجيب السكتش ده وتقعد بقى تقرا كل الكلام ده وتركز فيه، عشان لو صادف وجالك في الامتحان فتقدر انك تحله. طب بعد كل ده نوصل في الاخر لنقطه انك هتقدر تحل في الامتحان الاسئله السهله والاسئله الصعبه. ليه احنا كنا بنعمل كده؟ عشان كنا بنطبق نفس النظام ده. امشي بنفس الترتيب وانا اوعدك ان الفتره الجايه والله هتكون بص انت بتتغير في كل حاجه. طب حاجه تانية عايزك تاخد بالك منها، اوعى تدي اهميه لحاجه عن حاجه تانية. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتذاكر العربي، انت مهتم في العربي جدا بالنحو جدا، طب النصوص والقراءه والادب لا. طب فلو جينا نتكلم بالعقل، هل الامتحان لما يجيلك هيجيلك نحو بس؟ هيجيلك قراءه بس؟ هيجيلك نصوص بس؟ هيجيلك على كله. فاهتم بكل الفروع واهتم بكل الاجزاء. اوعى تدي اهميه الماده على ماده تانية. عندك مثلا في الانجليزي انت بتفهم الجرامر وبتحفظه وبتبدا انك تحل عليه. طب هل الكلمات انت بتقرب لها؟ هل انك بتحل قطع؟ وان شاء الله الفتره الجايه انا هخليك تعمل كل ده بسهوله، تحل اي قطعه، تحل اي سؤال جرامر بص في مده ما تتعديش ال6 7 ثواني. هتيجي تقول لي اشمعنى 6 7 ثواني؟ هقول لك عادي، هو ده الرقم اللي انا افتكرته وقلته يعني. بس والله انا واثق 100% ان هخليك تحفظ الكلمات كامله او تحفظ اهم الكلمات اللي بتيجي. القطعه هخليك تحل القطع بمجرد النظر. انا واثق ان انا هقدر اخليك تعمل كده ان شاء الله. وطبعا الجرامر زي ما قلت لك تبص للجمله كده تعرف الزمن او تعرف الحاجه اللي انت هتختارها بكل سهوله. انضم بس في جروب التليجرام وانت هتعرف كل ده. طب غلطه برضو كبيره انت بتعملها، انت عندك الاسبوع 7 ايام، فانت ذاكرت النهارده فيزياء وذاكرت مثلا بكره احياء، تالت يوم رجعت تذاكر فيزياء تاني. طب ما هو انت عندك كيمياء وعندك عربي وعندك انجليزي وعندك جيولوجيا، المواد دي فين؟ فانت حاول ان ايام الاسبوع تكون بتقسمها بالظبط بحيث انك تكون مدرك انت لما تيجي في الاخر هتمتحن في كل المواد. فدي كل المواد اهميه عشان ما تلاقيش في الاخر لا قدر الله في ماده انت جايب فيها مجموع عالي وفي ماده مش جايب فيها مجموع كويس. انا كده اكون قلت لك كل حاجه انا كنت عايز اقولها لك في الفيديو ده. اتمنى انك تكون صليت على النبي وتكون اشتركت في القناه وعملت لايك للفيديو عشان ده يساعد ان الفيديو يروح لغيرك. اخر حاجه بقى ما تنساش انك تصلي على النبي، ولو في فرض سايبه قوم صليه. ما تنساش بقى انك تصلي على النبي تاني. سلام.